لما بنيجي نتكلم على اعظم فايترز جم في تاريخ الام ام اي، دايما هتلاقي الليسته دي معظمها من الجيل الذهبي للفايترز في اليو اف سي. اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله لو ما تعرفش اتفرج، سلسله بعرض فيها احسن فايتات واحسن اداءات للفايترز بتوع الجيل الذهبي من اليو اف سي. النهارده انا هتكلم على فايتر من اعظم الفايترز اللي جم في التاريخ، ومفيش جدال عليه ان هو من اعظم 5 فايترز جم في تاريخ الام ام اي. هتكلم النهارده على جي اس بي او جورج راش سان بيير. جورج سان بيير على مدار تاريخ الام ام اي كله يعتبر اكتر فايتر متكامل في التاريخ. فايتر ما كانش عنده نقطة ضعف، كان بيكسب السترايكرز بالسترايكنج، وبيكسب المصارعين بالمصارعة، وبيكسب لعيبة الجوجيتسو بالجوجيتسو. المضحك في الموضوع ان جي اس بي الاساس بتاعه كاراتيه، لكن هو اتعلم بوكسنج صح على ايد واحد من اعظم المدربين، مدرب ماني باكياو وهو فريدي روتش، واتعلم المصارعة من الفريق الاولمبي في كندا، كان بينزل يتمرن معاهم عشان يحسن المصارعة بتاعته. واتعلم الجيتسو من احسن لعيبة ومدربين الجيتسو في التاريخ وهو هينزو جريسي. لكن عبقرية جي اس بي ان هو اكتر واحد قدر يدمج كل المهارات دي في الجيم بتاعه. جي اس بي في البيك بتاعه او في البرايم بتاعه كان بطل الوالتر ويت او بطل ال 77 كيلو، لحد ما اعتزل اول مرة محدش عرف ياخد منه الحزام. الماتشات كانت بتبقى محسومه، ملوش دخله، هتكسبه ازاي؟ واحد اعتزل وهو بطل 3 أو 4 سنين، بعد كده رجع تاني على الميزان اللي اعلى منه وخد الحزام بتاع الميدل ويت واعتزل تاني. جي اس بي ليه فايتات قويه جدا في خلال مسيرته، لكن انا النهارده هتكلم على فايت محدد وكان من اوائل الفايتات لجي اس بي في اليو اف سي. النهارده انا هتكلم على الفايت ما بين جي اس بي ومات هيوز 2، الفايت اللي اتوج فيه جي اس بي لأول مرة بطل لحزام الوالتر ويت ال 77 كيلو. قبل ما اتكلم على الفايت انا عايز اتكلم بمنتهى الاختصار على مات هيوز. اولا مات هيوز كان ساعتها بطل ال 77 كيلو او الوالتر ويت، كان بطل الميزان لفترة طويلة وما كانش حد عارف يكسبه. مات هيوز كان مصارع من تيم بات ميليتيتش، كان اسلوبه مصارعة بحت، كان بيخش يعمل تيك داون لاي حد ويخلصه اما جراوند اند باوند او سبمشنز، لان الجيتسو بتاعه كان جامد. وجي اس بي كان بيعتبر مات هيوز مثله الاعلى، وكان في الفتره دي كل الخبراء وكل الاراء كانت بتقول ان مات هيوز هيفضل بطل الميزان لحد ما يعتزل. ولما جي اس بي طلع ان هو بقى نمبر 1 كونتندر على الحزام ولاعب مات هيوز، جي اس بي دخل خسران قبل ما يلعب. باعترافه قبل الفايت التاني اللي انا هتكلم عليه النهارده، كان بيقول انا في الفيس اوف ما كنتش قادر ابص له في عينه. جي اس بي ما كانش مصدق ان هو واقف قدام مثله الاعلى، وده بان على اداء جي اس بي في الفايت الاولاني. كانت سيطره تامه لمات هيوز وخلص الفايت سبمشن، وكان سبمشن رائع لمات هيوز. بعدها جي اس بي رجع واشتغل على نفسه واتمرن جامد، وطلع ان هو يبقى النمبر 1 كونتندر تاني وينافس مع مات هيوز على الحزام. فايت جي اس بي ومات هيوز 2 الريماتش كان في ايفنت يو اف سي 65 او 65، كان الكلام ده في نوفمبر 18 2006. ونبدأ راوند 1. من اول دقيقة واحنا بنشوف الاختلاف في اداء جي اس بي، ان هو داخل مش خايف من مات هيوز خالص. الاتنين يبدأوا الفايت وجي اس بي بادي بخطة استراتيجية كويسة جدا. عشان جي اس بي عنده ريتش ادفانتج، هو محافظ على الرينج بتاعه من مات هيوز بالجاب والليفت كيك سواء لو او هاي. كل ما مات هيوز يقرب جي اس بي يقوم مديله جاب، اول ما مات هيوز يقف يديله ليفت لو كيك، وبعدها على طول يقوم مهدده بالهاي كيك. التكنيك ده او الاستراتيجيه دي تخلي مات هيوز يفكر هي الكيك اللي جايه لو ولا هاي، فتلخبطه فتخليه يفكر زياده، فجي اس بي يبقى دايما سابق بخطوه. مات هيوز بيحاول ان هو يسترايك مع جي اس بي، لكن واضح ان جي اس بي عنده افضليه كبيره جدا في السترايكنج. بعد دقيقه تقريبا تحس ان جي اس بي خلاص لقى الريذم بتاعه او لقى التايمنج بتاعه، فابتدى ان هو يميكس السترايكس بتاعته ضد مات هيوز. مات هيوز بيحاول يقفل مسافته، لكن مفيش. جي اس بي بالفوتورك بتاعه بيبعد، وكل ما يقرب يديله جاب. بعد دقيقة ونص نشوف الكومبوز الرائعة من جي اس بي، ليفت لو كيك، بعد كده ليفت في ستريت رايت، بعدها جاب، ومات هيوز واقف ما عندوش إجابة لكل السترايكس دي. جي اس بي يبتدي يستريح خالص ويبتدي يلعب بطريقته، حتى بيميكس معاها سبيننج باك كيكس. بعد دقيقتين ونص تقريبا في محاولة من جي اس بي ان هو بيعمل الكومبوز بتاعته، فبيدي مات هيوز انسايد ليج كيك تلبس عند مات هيوز تحت الحزام، ومات هيوز يقع منها. طبعا هي ضربة ما هياش قانونية او الليجل، لكن هي غير مقصودة تماما. مات هيوز يكمل مفيش اي مشكلة. بعدها ب5 ثواني جي اس بي بيضرب نفس الكيك تاني، ومات هيوز يقول ان هي تحت الحزام ويقع تاني.
لكن في الاعادة كان واضح ان هي ما لبستش تحت الحزام قوي، هي لبست على الرجل وممكن تكون يعني عدت على تحت الحزام كده سنة، لكن هي ما كانتش ضربة مباشرة تحت الحزام. فده معناه ان لو مات هيوز بيمثل في اللقطة دي ان هو كده ابتدى يتكسر ذهنيا، هو مش عارف يلعب بطريقة لعبه ومش لاقي داخلة الجي اس بي، فابتدى يمثل شوية عشان ياخد وقت يبتدي يفكر. المهم يقوم مات هيوز ويرجع تاني للماتش، جي اس بي يعتذر له والماتش يكمل. نفس الحاجة بتحصل برضو، الكومبوز بتاع جي اس بي مات هيوز مش عارف يقفل مسافته خالص، الليج كيكس والجاب والكروس شغال مع جي اس بي. ابتدى مات هيوز ان هو يغير من طريقه لعبه شويه وان هو يلجا للكيكس، ضرب لك كيك مره جي اس بي يمسكها، بعدين يطلع بكروس في ليفت هوك ومات هيوز يرجع، ويقوم مات هيوز بعدها على طول ضارب لك كيك، يقوم جي اس بي ماسكها وطالع برايت كروس ويقوم عامل تيك داون لمات هيوز. ودي حاجه في الوقت ده عمرنا ما شفناها، ان مات هيوز يتعمل له تيك داون ويقع على الارض، وجي اس بي يسيطر على مات هيوز على الارض لمده تقريبا 30 ثانيه ويحاول ان هو يعدي الجارد ويضرب مات هيوز جراوند اند باوند. لكن مات هيوز مصارع جامد، عرف ان هو ياخد الاندر هوك ويقوم من على رجله تاني من على الارض. كده فاضل دقيقه تقريبا في الراوند، لكن نفس الحاجه بتحصل، الاتنين على الواقف، جي اس بي جاب في انسايد ليج كيك ومخلي مات هيوز مش عارف يلعب معاه خالص. بعد نص دقيقه تقريبا جي اس بي وهو بيضرب الكيك، مات هيوز يعرف يقفل مسافته ويمسك رجل جي اس بي، بعدين يروح دبل اندر هوكس عشان يحاول ان هو يوقع جي اس بي. لكن جي اس بي المصارعه بتاعته جباره وعرف ان هو يافويد التيك داون، ان هو يحمي نفسه من التيك داون بتاعت مات هيوز ويفصل مسافته ويرجع مات هيوز تاني في نص الكيج. دي حاجه برضو ساعتها كانت تعتبر مفاجاه، لان كان معروف جدا عن مات هيوز ان هو خلاص لو قفل مسافته ومسك الدبل اندر هوكس هو هيوقع اللي قدامه مهما حصل. بعدين في اخر 10 ثواني جي اس بي يبين قد ايه هو لعيب عبقري، يضرب مات هيوز ليج كيك، بعدين يقف، بعدين يعمل سوبرمان بانش فيها فيك للليج كيك عشان يخلي مات هيوز يرياكت للليج كيك، بعدين يطلع بستريت رايت تلبس في وش مات هيوز، بعدها على طول ليفت هوك في رايت ستريت في ليفت هوك تاني يوقع مات هيوز على الارض. مات هيوز يقع على ظهره وجي اس بي يقفل مسافته على مات هيوز على طول ويبتدي جراوند اند باوند، لكن الراوند تخلص. ودي طبعا هنا اللقطة دي تغير كل حاجة في الماتش، جي اس بي يكتسب ثقة كبيرة جدا ويقول لا انا كده هكسب الماتش، ومات هيوز يقول ايه ده هو في ايه. ونبدأ راوند 2. راوند 2 لما بدأت نفس الحاجة بتحصل، لكن نلاحظ ان مات هيوز ابتدى يبقى مندفع اكتر سنة، بيحاول ان هو يقفل مسافته بأي طريقة. وفعلا بعد 30 ثانية جي اس بي بيضرب الجاب، ينزل من تحتها مات هيوز يخش يمسك رجلين جي اس بي، بس بيفشل ان هو ينزل جي اس بي او يحركه من مكانه. جي اس بي خلاص سيطر على الماتش، مات هيوز مش عارف يعمل اي حاجة، وجي اس بي بيلعب بطريقته ومقفل على مات هيوز تماما. ونلاحظ ان جي اس بي ابتدى يكتر من الضربات بتاعت الليج كيكس اكتر بكتير من راوند 1. وتقريبا بعد 45 ثانيه من اول دقيقه في راوند 2 بعد 2 ليج كيكس في الليج كيك الثالثه يحاول مات هيوز ان هو يفوت الليج كيك، فجي اس بي قوم ضارب الرجل الثابته فيوقع مات هيوز. بعدين نفس الحاجه بتحصل، جي اس بي مسيطر على السترايكنج ومسيطر على نص الاوكتاجون وابتدى يشفت البوكسنج شويه، جابز في كروسز في الكلام ده كله. بعد 15 ثانيه تقريبا جي اس بي يبين عبقريته تاني، هو طول الراوند عمال يضرب مات هيوز لو كيكس، فيقوم جي اس بي باصص على رجل مات هيوز على اساس ان هو هيضرب لو كيك، ويفضل باصص على رجل مات هيوز ويطلع بهاي كيك تلبس قصبة رجل جي اس بي في وش مات هيوز توقعه. اول ما يقع مات هيوز جي اس بي يجري يقفل مسافته عليه، يخش جوه الجارد ويضربه جراوند اند باوند، ما يديش فرصه لمات هيوز ان هو يحمي نفسه. جي اس بي عمال يضرب مات هيوز بانشز، بعدين بعدها على طول يقلب للالبوز تلبس 2-3 البوز في وش مات هيوز وينتهي الماتش بتي كي او عبقريه لجي اس بي. جي اس بي يقوم وهو مش مصدق نفسه ان هو بقى بطل ال 77 كيلو الوالتر ويت ديفيجن، وكمان كسب مات هيوز اللي هو مثله الاعلى، ويعلنوا فوز جي اس بي بالتي كي او and new welterweight champion جورج راش سان بيير. وتبدأ حقبة جديدة أو رين جديد في الوالتر ويت، وهي الحقبة بتاعت جي اس بي اللي استمرت فترة طويلة جدا جدا. أنا اخترت الفايت ده أو الأداء ده بالذات لأن أنت كلاعب تبقى بتلاعب حد أول ماتش
انت خايف منه جدا لدرجة ان انت مش عارف تبصله في عينه، ويخلصك في اول راوند بارم بار، ويبقى شكلك وحش قدام الناس كلها عشان الناس كلها كانت عارفة انك خايف، فترجع الماتش التاني تسيطر على الشخص ده او على الفايتر ده وتخلصه بالطريقة دي، وتبين ان الفايتر ده مستواه بعيد قوي عنك وان انت احسن منه بكتير بالطريقة دي، ده اداء في رأيي الشخصي عبقري. عشان كده جي اس بي يعتبر من اعظم الفايترز اللي جم في التاريخ، وهو فايتر مفضل ليا انا شخصيا بصراحة. فاحنا لازم نقدر ونحيي عبقرية جورج راش سان بيير. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في الحلقة الجاية من سلسلة لو ما تعرفش اتفرج. سلام.